عاجل وزارة الداخلية المصرية تعلن عن وفاة محتجز إثر إعياء بالدقهلية. الشاب المتوفي يدعى أيمن صبري، عمره 21 عام، طالب في كلية آداب قسم مساحة بجامعة المنصورة. أيمن هو الابن الوحيد لأمه وأبوه، محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 21 يوليو الجاري، متهم في قضية إتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح. المحتجز شعر بإعياء مفاجئ بمحبسه يوم 26 ونقل إلى المستشفى وتوفي هناك. وبسؤال شخصين محبوسين رفقته لم يتهم أحد أو يشتبه في وفاته جنائيا، وتم إخطار أسرته بتفاصيل الواقعة وتولت النيابة التحقيق. ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله يا رب. ونسألكم في التعليقات الدعاء له بالرحمة والمغفرة.